السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلمتين حابب أتكلم معاكم فيها. الكلمة الأولى الدوري. احنا أبطال الدوري سنتين ورا بعض. أبطال الدوري سنتين ورا بعض. الكلمة دي بيجي كتير، الكل بيتكلم فيها. المفروض إن احنا خلاص موضوع واتقفل. لو تفتكر يا جمهور يا زمالك، ويفتكر يا سيادة المستشار، وتفتكر يا إدارة الزمالك، كان الأهلي يوم ما الزمالك حسم كان لسه في ماتشات. الاهلي قال لك خلاص اقفل الصفحه دي، اقفل الصفحه دي. ليه اقفل الصفحه دي؟ علشان خاطر هنبص للصفحه اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ معانا بطوله افريقيا. احنا ولا عرفنا نقفل صفحه افريقيا، ولا عرفنا نقفل صفحه الدوري المصري، وسيادتك انت اللي سبب في المشاكل دي كلها. تمام. وفي الاخر تقول اصلا اللعيبه. طيب معلش في كلمه، سيادتك طالع انت والاعلام تقول اصلا اللعيبه ما حصنوش نفسه، اللعيبه معمول لهم سحر، خطيب عامل لهم سحر، وسيد عبد الحفيظ عامل لهم سحر. ويطلع الصحفي محمد رجب يقول لك ايه؟ اصل المفروض اللعيبه كانت حصلت نفسها من قبل 2023. تحصل نفسها ازاي يعني؟ كل واحد يروح يشوف له شيخ. روح اقف شيخ كده واعمل بخورك عادي يا باشا، والدنيا دي صح؟ ايه التخلف ده؟ يا عم انت بقيت مستشار ازاي وانت بقيت صحفي ازاي؟ لما انتوا معلش بتفكروا بالاسلوب القليل ده، مستني ايه؟ يا اخوانا مش كده. انت سيادك مستشار وانت صحفي. المفروض ان الكل بيحاول يسمع لك، نبقى قدوة، مش نبقى همج. يبقى انا كده اشوف لي واحد شيخ كده يا اخوانا ويلا بينا. طب معلش، المغرب ما اخدتش ليه كاس العالم ولا ليه ما لعبتش نهائي كاس عالم؟ ما عندهم المغاربه طبعا بالصلاه على النبي يعني. اخواننا ده تخلف، اخواننا مش عاوزين نصدر للاجيال التخلف ده. اعرف الغلط اللي انت غلطته، انت غلطان في الصفقات كلها، سيادتك انت اللي غلطان فيه. راح تسجل لي طيب بديك من يوم 1 لغايه يوم 31، راح تسجل لي يوم 31 ليه؟ طب ما معاك 30 يوم، راح لي يوم 31 وفي الاخر عملت المشكله. الصفقه بتاعت القندوسي ايه سيادتك عملت فيها؟ لما يطلع رئيس النادي يقول لك ايه؟ اصلا مستشار مرتضى منصور رن عليا وكلمني امتى؟ بعد الصفقه ما تم. ولا هي مصالح شخصيه يا بيه. احنا عارفينك انت اصلا داخل الزمالك لمصالح شخصيه، مش داخل لحب النادي. ويا ريت الناس تفهم الحته دي. مرتضى منصور داخل المصالح شخصيه، مش داخل لحب النادي. مرتضى منصور لو بيعمل ربع اللي بيتكلموا، اقسم بالله العظيم ما حد هيجيبنا. السلام عليكم.